قرية عين الحور قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد في ناحية كنسبة، وتبعد عن كنسبة 7.5 كيلومتر، وعن اللاذقية 50 كيلومتر. عدد سكانها أقل من 1500 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. قرية عين الحور كباقي القرى في جبل الكرد قسم اللاذقية تعرضت لقصف من قبل قوات نظام الأسد، لذلك تدمرت هذه القرية ومعظم القرى الأخرى، وهم بحاجة إلى مساعدة. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمد يد المساعدة والعون لأهلنا هناك، فهم بحاجة لمساعدتنا. يزرع الأهالي أشجار التفاح والخوخ والزيتون من عشائر الجبل موشان، عوجان، كيخية وشيخان. من عائلات قرية عين الحور إسماعيل، أبو خليل، حسين، أحمد، وليو، ياسين، عبدو. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامٍ منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في جبل الكرد أو الأكراد لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسامي كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية عين الحور.